محدش ينكر ان في ازمة دولار في مصر، وعشان نعرف حجم المشكلة دي وسببها لازم نعرف شوية معلومات وارقام. في البداية خلونا نتفق ان معظم الدولارات بتيجي من بره، يعني من السياحة، الاستثمارات الاجنبية، حوالات المصريين، ومن التصدير. وطبعا كل المصادر دي اتأثرت بسبب ازمات الفترة اللي فاتت. طب احنا بنصرف الدولارات اللي بتدخل مصر في ايه؟ بنصرف حوالي 16 مليار دولار في استيراد مصادر الطاقة زي البترول والغاز، وبنسدد ديون وفوايدها بحوالي 8 مليار دولار. والأهم إننا بنستورد سلع من الخارج بحوالي 10 مليار دولار كل سنة. بنستورد إيه بقى وبكام؟ 3 مليار دولار عربيات، حوالي 2 مليار دولار موبايلات، مليار دولار ملابس جاهزة، مليار دولار فاكهة وخضار، نص مليار دولار تونة وجمبري وكافيار. شفتوا؟ حاجات كتير ممكن نستغنى عنها أو نوفرها بدل ما نقعد ندور على الدولارات. لو نستورد بس المنتج اللي له لازمة، تفتكروا هنحس بالأزمة؟